هي فرنسا، والايام بيننا وتشوفوا تداعيات نتاعها، واللي باش يرضخ في الاخر هما الفرنسيين، لانه كما قلت راهو اليوم يسون ان ديفيكولتي عندهم الجزائر باش تعديو لتونس واضح. نحي المغرب. يعطيك الصحة انت الإنجاز كلمة. اتفاقات تدهورت بين فرنسا والجزائر وقت اللي اعترفت فرنسا في جويلية 2024 بالتزامن مع الذكرى 25 لاعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربي بوكالة فرانس بريس. ماكرون يقول يلزم فرنسا تتحرك بأكثر صرامة وحزم تجاه الجزائر. ماكرون كتب رسالة رسمية الرئيس وزراء وقال فيها بالحرف فرنسا لازم تكون قوية وتفرض احترامها حتى مع الجزائر. اسباب زوز ملفات حساسين. الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال اللي تحكم عليه ب5 سنين حبس في الجزائر بتهمة تفويض الوحدة الوطنية. الملف الثاني والصحفي الفرنسي كريستوف إغليز اللي خذ حكم ب7 سنين على خلفية تمجيد الإرهاب. وفي رد مباشر ماكرون طلب تجميد رسمي للاتفاقية القديمة بين البلدين اللي تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية من الفيزا. وفعلت فرنسا قرارات جديدة تمنع تأشيرات الإقامة حتى للدبلوماسيين، وهو في الواقع إجراء موجود من 2013. نفكروا أنه وزير الخارجية قال في 14 ماي أنه تم ترجيع كل الدبلوماسيين الفرنسيين اللي ما عندهمش تأشيرة كرد على قرار الجزائر بطرد موظفين فرنسيين. وزيد على هذا ماكرون كلف وزير الداخلية نتاعو المعروف بالتشدد نتاعو باش يلقى طرق تعاون مع نظيره الجزائري ويتعامل بكل صرامة مع كل جزائري في وضعية غير قانونية فوق التراب الفرنسي. أيضا قال زيدا إذا شفنا اللي شروط التعاون اتوفرت نسمحوا للقناصل الجزائريين الثلاثة الموجودين في فرنسا يكملوا خدمتهم وبعدها ننظروا في ملفات حساسة أخرى كما ديون المستشفيات. واضح. شكرا نورز. باش الناس اللي تسمع فينا تفهم أصل الحكاية، راهو التوتر الشديد هذا ما وصف بالتوتر الشديد حتى في الصحافة العالمية اليوم بدأ من أفريل وقت اللي شفنا الجزائر اللي أعلنت في بلاغ رسمي لها اعتبارها ل 12 موظف عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم وقتها بمغادرة التراب الوطني الجزائري في غضون 48 ساعة. القرار هذا الجزائري كان كرد على ما قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية في 8 أفريل في حق موظف قنصلي للجزائر، والبلاغ حكى على اعتقال استعراضي وتشهيري في الطريق العام لموظف قنصلي جزائري. ووقتها وزارة الخارجية الفرنسية قالت سنرد على ما يحصل. الرد جاء من عند ماكرون. سيد العميد، ماذا يحصل بين الجزائر وفرنسا؟ نتفكروا زيدا الانترفيو الاخر نتاع تبون اللي حكى فيه على العلاقات الجزائرية الفرنسية، وكان حوار شديد اللهجة وكانت لهجة تبون واضحة ضد فرنسا وتحديدا إيمانويل ماكرون. لا بل العملية صارت شعبوية من طرف وزير الداخلية الفرنسي اللي المفروض ما عندوش حتى علاقة بالدبلوماسية والخارجية. السيد هذايا لا قبل ما تحكي على أفريل أنا نحكي فيها بطبيعة الحال. الحكاية بدأت وقت الأسي هذايا روتايو وزير الداخلية نتاعهم عنده حملة انتخابية باش ياخذ معناها زعامة اليمين يعني الفرنسي، فالهجوم عملوا على الجزائر واستغل حكاية بوعلام صنصال يعني كلها شعبوية. لكن ماذا كانت النتائج؟ النتائج أنه سمح للجزائر اليوم بالضرب على الطاولة واسترجاع سيادتها كاملة، والخاسر في الموضوع هذا ليست الجزائر بالمرة، لأنه تو بدأت التداعيات الخطيرة جدا على يعني على فرنسا، خاصة بعد ما الاتفاقية ما بين إيطاليا والجزائر اللي تقريبا كانت نوع من إيميلياسيون، يعني من الفرنسيس قراها كأني معناها خيانة من طرف إيطاليا لفرنسا. اليوم شنو قاعد يصير؟ السيادة الغالية الثمن الجزائرية جت في صالح الجزائر. الجزائر ساقبة كل شيء، عندها الغاز نتاعها اللي هي كانت تبيع في فرنسا وتوقفت، كانت تشتري في القمح تقريبا 3/4 من القمح الجزائري كانت تشتري من فرنسا. اليوم الفلاح الفرنساوي مش عارفين شكون يبيعوا القمح نتاعهم، ومشكله كبيره. واتجهت الجزائر طبيعيا اليوم الى اسواق اخرى وتفتحت وقاعده تخرج الشيء من عام 63 كان مفروض على الجزائر يعني اقتصاديا. اليوم الجزائر تتحرر وتسترجع سيادتها كامله، ونأكد لك اللي راهو هالشعبويه هذه باش تجيب راس فرنسا. فرنسا اليوم تتخبط لأني أصبحت دولة من العالم الثالث، دولة لها مشاكل معناها لا تحصر وتعد 3300 مليار ديون. شنو نعملوا باش نخليه الشعب الفرنسي ما عادش يفيق بالمصيبه اللي جايته والصعوبات الاقتصاديه والتفقر، ويعني امور مصيبه كبيره برشا قاعده تصير. نجيو نوجهها شعبويه وعركه، نخلقوا عركه مع الجزائر. قال شنو ابو علام صنصال ومدري شنو الكاتب هذايا اللي كان يحاول باقصى امكانياته انه يبث التفرقه في الشعب الجزائري ويقوض الوحده الجزائريه، وحكموا عليه عادي ولانه مواطن في نفس الوقت هو جزائري وعنده معناها زوج جنسيات سمح للجزائر. اذا اليوم العمليه عمليه سياده لا اكثر ولا اقل، والخاسر الاكبر هي فرنسا. والايام بيننا وتشوفوا تداعيات نتاعها، واللي باش يرضخ في الاخر هم الفرنسيين، لانه كما قلت
راهو اليوم يسون ان ديفيكولتي، عندهم صعوبات كبيره. وكانت الجزائر معناها نجم تقول متنفس، يعني العلاقه تاع الغاز واللي هو حياتي راهو بالنسبه للفرنسيين. خسروا سماحه، خسروا اكبر دي كونترا، شركه توتال انرجي خسرت اكبر كونترا في الجزائر. فما تقولش لا ما خسرت كونترا مع الاسف في جرة. هذا يرى في الاخبار، مش بيبليسيتي، اخبار العالم الكل تتكلم على الكونترا هذا اللي طاح، واللي بالحق مشكله كبيره ياسر لفرنسا، لانه كان اكبر كونترا تاع طاقه في الجزائر الشقيقه. واضح سيد العميد. دكتورنا والله شوف، العلاقه ما بين الشقيقه الجزائر وفرنسا معقده جدا. استعماري دام 132 سنه، من 1830 احتلت الجزائر الى 1962 باش خرجت منها فرنسا. برشا ازمات، احتلال، مقاومه، مجازر. بلد المليون شهيد لازم ديما نذكروا به، هو يطالب بزوز 5 سنين و7 سنين حبس، فمليون شهيد ماتوا في الجزائر. ثروات وطنيه طبيعيه نهبت من الجزائر. تجارب نوويه صارت في الجزائر وفي صحراء الجزائر، 5 ولا 6 تجارب نوويه، واحده قبل الاستقلال و5 بعد الاستقلال. يعني وفرنسا ديما تعمل بريسيون على الجزائر وكحقوق الانسان اللي كان زادت موجود بريسيون علينا نحن زاد في تونس في زمن سابق. انا يظهر لي المشكله بدات مع السياسه الخارجيه نتاع في تخبط فرنسا حقيقه. اش قاعده لها في الافريق، قاعده لها كان المغرب العربي هو قاعده باش تخرج منه زاد بشويه معناتها الجزائر حره باش تعطي الغاز تاعها مع الايطالي، سي دي كارت جوي، هذاك هو او ديتريمون دو لا فرانس اي دو لاسباني. وكما قلت انت دكتور، الجزائر ما عادش مستعمره فرنسيه، هذاك هو بين حق انت تفرض عليها ديما ريلاسيون فيرتيكال فيها برشا معناتها علويه ومعناتها يسونتان معناتها بصراحه معناتها فوقيه. فهمت الازمه بدات 2021. الرئيس الفرنسي شكك في وجود امه جزائريه قبل الاستعمار، مما ادى الى سحب السفير الجزائري من باريس. ومن غادي بدات المشاكل. على كل حال نحن اللي يهمنا ونحن علاقتنا باهيه مع زوج دول، خصيصا الجزائر جارتنا معناتها بحكم اللي هو جار، واللي العرق والدين واللغه هذا لازم نفكروا فيه. علاقتنا زاده باهيه مع فرنسا. اما الدكور معناتها اون افيك الجيري معناتها سي كلير، معناتها ما فماش علاش باش تتعامل معاهم هكاك وتشوف الرد الجزائري، خاطر الجزائريين واضحين. قد ما تعمل لي نرجع لك. السياسه هذه عاملينها مع فرنسا خاطر فما ارث استعماري كبير مع الكل، فهمت؟ لا سورتو فما حساسيات كبيره مع فرنسا. هو نحن نعرفوا اللي عشنا في فرنسا. الجزائر كانت ديما عندها دي فافور حتى مع لي بيي دو مغرب كيما تونس والمغرب. تلقى الكارت نتاع التليفون اللي تباع مثلا ب 5 يورو فيها 100 دقيقه للجزائر، وتونس والمغرب مثلا فيها 70 دقيقه برك. يافي توجور معناتها هكا كيلكو زافونتاج للجزائر في الارث الاستعماري اللي عملته فرنسا، واللي عملته فرنسا مش شويه. وهذا صحيح ياسر اللي تحكي فيه، على خاطر فما صارت وقت من كونفنسيون 1968 الاتفاقيه هذه فيها برشا دي فافور جوستومون للجزائريين، واللي اليوم التهديد الجديد بعد التهديد هذايا توا اللي صار يقول لك احنا باش نحيو كل ما هو دي فافور ل5 ملايين جزائري موجودين يعني في فرنسا. هذاك اش قاعد لها شوف فرنسا لازم ترجع سياستها الخارجيه بصراحه. ما بعد شراك معناتها الكل البارح فهمت عندي صاحبي قال لي قلت كلمه سيدي علي خلوض ما بعد شو اسمه شراك الكل سيدي علي خلوض السياسه الخارجيه. سيدي علي خلوض لا ولا بمجد ولا ساركوزي وماكرون معناتها فرنسا معناتها هكا سياسه خارجيه معناتها تخبط في السياسه الخارجيه. واضح. شكرا دكتور. طلياني الاكستريم دروات هذايا ميكرو يا الكابتن ايطاليين برونو ريتايو يحضر في الانتخابات الرئاسيه. اي هذاك علاش شعبويه وعنده قاعده شعبيه كبيره ياسر، خاصه اليمين مضطر يحارب في الاسلام ويحارب في كذا ويحارب في الاميغراسيون ويحارب كذا. داكور دوينه فما غنيه باش جو تيم نون بلو. هذيك الريلاسيون انت الجزائر مني نقراها فهمت. نحبك لنصبر. وهل الكوردون ما حبش يتنحى امبليكال باقي قاعد باش انا نشوف اللي المره ذي ولات امور جديه على حافه قطع العلاقات الدبلوماسيه. خاطر الامور اللي نقرا توا لو موند واليوم وكذا تقريبا اللي لو طون ا شونجي. تبقى يا فرنسا راكم فو ديبوندي دو الجيري فوز امبورتي 91 من لي برودوي بيان سور هيدروكاربور كما قال واحد قراو مش ياكلوا كفي وديرين شوف قالوا ريد يا وزير الخارجيه كما قلت وزير الخارجيه يفرفش يا ودي قعد في وزير الداخليه يا ودي قال راي الخارجيه من تاع الرئيس تاع وزير الخارجيه وربي ما تخرج باش يشدوا القمح هذاك يصبوا له قدام القصر. ربي يستر هذه قلت لك ما تو يجمع تو مش كيف نحن مؤخرا شويه صعبه اخي شوف سامحش باش يصير تو يجيو يصبوا له قدام القصر خاطر هم كانوا يبيعوا فيه للجزائر وكما تو معناها اللي قلناه راهو عنوان المرحله في فرنسا اليوم هي الشعبويه الدبلوماسيه والتخبط الدبلوماسي. هاجر ثم نورز ونخرج فاصل. هاجر
ابخي لا دومينياسيون بروتال نتاع الكولونيزاسيون معناتها ما فماش كان دي كومبلكس انتر الجيري راهو وفرنسا واصلين للمشاكل هذوما الكل وان شاء الله ربي يقدر الخير وهكا هاو فاصون احنا مع الجزائر احنا مع الجزائر واضح يجي من الاخر لا افيك تو مون ريسبي كيما قال سيدي معنا معناتها دي ريلاسيون هما قاعدين سي اون شوت ليبر تحسها في فرنسا يكملوا الجزائر باش يتعدوا لتونس واضح توتا نحي المغرب يعطيك الصحه انت الانجاز كلمه نورس. نذكروا زاد اللي العلاقات تدهورت بين فرنسا والجزائر وقت اللي اعترفت فرنسا في جويلية 2024 بالتزامن مع الذكرى 25 لاعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب بسيادة المغرب على اقليم الصحراء الغربية المتنازع عليها. دونك هنا اعترفت سيتي اون ديكلاراسيون معناها فما الامور يعني سوغوش معناها رئيس فرنسا يشكك في وجود امه جزائريه قبل الاستعمار اعتراف الصحراء الغربيه وين ما فماش امه جزائريه معناتها قال لهم انتم ما كنتوش موجودين معناتها جو سي با اذا كان هو الجزائر مش موجوده ما نعرفش فرنسا وقت البربر وقت حنبال هيش كانت فرنسا والله لا نعرف خاطر حنبال يعيش ما بين تونس والجزائر زاد ما يلزمنا نقولوه هذايا فهمت مانيش عارف ويغرت ودابا شنو فهمت جوستومون يا خويا انا راهو مع العين بالعين والسن بالسن وليزالجيريان سون ماجسترال في الحكايه هذيا معناها كيفاش يقولوا هما تضرب نضرب عندنا نيف ما عندهم حتى مشكله عندهم على شو يدلوا عنده علاش يضرب